في واحد كان بيطلع لايف على التيك توك سنة 2019 دايما لابس قناع غريب فيه فتحة عين واحدة وصوته كان متعدل. بيقولوا ان اسمه جيمس، امريكي وبيشتغل على تجربة محدش يتخيلها، نقل دماغ انسان من جسم لجسم تاني. اللايفات كانت مرعبة، مش فيديوهات متمنتجة، لا ده كل حاجة كانت بتحصل لحظيا قدام الناس. جيمس قال انه قدر يخلي واحد عجوز يعيش من تاني على جسم شاب. الناس افتكرته بيخرف لحد ما قال جملة غريبة: انا ما عملتش ده لوحدي، اتعلمت السر من كائنات من عالم تاني ودفعت الثمن بنتي. الموضوع قلب كابوس. ظهر لايف تاني من معمل شكله مخيف وقال ان في ادمغه بشريه حقيقيه لفئات عمريه شابه مفصوله وجاهزه للزراعه. قال ان في ناس عايزين يعيشوا اطول بيدفعوا ملايين علشان يركبوا دماغهم على جسم جديد. ناس بدات تقول انهم شافوا صور قرايبهم اللي اختفوا، بس جيمس كان دايما يقول مش هتوصلوا ليا الا لو انا سمحت. وفي اخر لايف قال انا مش بجرب على غيري، انا اول واحد اتعمل عليه التجربه. وشال القناع مش من الوش، من عند الرقبة، وكان في خياطة حوالين رقبته كلها. ومن وقتها اختفى كل حساباته، اختفت كل لايفاته، اتمسحت ومحدش قدر يعرف هو فين لحد النهاردة. بس هل الكلام ده ممكن يحصل فعلا؟ علميا نقل دماغ إنسان كامل من جسم لجسم مستحيل لحد دلوقتي بسبب تعقيد الربط بين المخ والحبل الشوكي. في تجارب اتعملت على حيوانات بس فشلت أو عاشوا ساعات وماتوا. سنة 2017 دكتور إيطالي قالوا إنه عمل عملية نقل راس، بس العملية ما حصلتش أبدا. يعني اللي قاله جيمس لو حقيقي يبقى سبق الطب بسنين، ولو تمثيل يبقى أذكى وأرعب تمثيل اتعمل على التيك توك. بس السؤال لسه بيطارد كل اللي شافوه: هل جيمس كان بيخرف ولا فعلا احنا لسه ما نعرفش كل حاجة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.